أي قصة يصير فيها قصيدة اعرف أنها راح توثق، حتى لو القصيدة ما هي قوية، فما بالك إذا صارت القصيدة قوية، يعني هذه مستحيل أنها راح تنسى. طبعا اسم الشاعر ما حد يعرفه، وأنا أعتقد أن لو بيبحثون بيجيبونه، لكن ما أرى أنه مناسب أنه حتى لو يعرف اسمه أنه يقال. لكن موضوع القصيدة للأمانة أنا أول مرة بحياتي مر علي موضوع قصيدة زي كذا. القصة باختصار، طبعا هذا ما سمعنا، لا هو بأكيد ولا ننفيه، لكن هذا ما يستدرجك على موضوع القصيدة. يقال أن الشاعر هذا كان عنده أخت يبغون يزوجونها رجل ثري، واللي كان يبغى يزوجها أبوها، لكن الرجال هذا كبير في العمر، فكانت رافضة البنت وكانوا مصرين إلا يزوجونها. فراحت واستفزعت بأخوها اللي هو الشاعر، فقالت تكفى الرجال هذا أنا ما أبغاه. فراح ورفع السماعة واتصل عليه وقال له ترى مالك عندنا نصيب وتوكل على الله ولا عاد تجينا. فراح الرجل اللي بيخطب ذا واتصل على أبو البنت، قال ترى ولدك اتصل علي وقال كذا 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 كذا، وأنا ما عادني جاي ومع السلامة ولا بي مشاكلكم ولا بي شيء. فيوم درى الأبو على طول زعل على ولده، ما هو بسنة ولا سنتين، واضح أن الزعل هذا صار سنين وجفى ولده وقاطعه، لدرجة أنه بالقصيدة يقول صاروا إخواني عنده رعاني أغراب، يعني ما حد يعرف الثاني. شوف كم السنين اللي صارت، إذا صاروا الإخوان عند عيالك أغراب خلاص يعني الموضوع انتهى. الله ومر بالوصل من بين الأقراب، وحنا بوقت زايد بالقطيعة، وأنا من اللي شفت بالحيل منصاب وضاقت علي الأرض. لو هي وسيعة يا أبوي أنا من صدتك عارضي، شاب وحطيت في كبدي جروح شنيعة ما غير هوجس، مثل منهار العصاب نشهد إن صدتك عني وجيعة، ولا لقيت لها تفاسير وأسباب ومعاتبتك محرمها. بالشريعة شفت المهونة من شباب وشياب، وأنا عن الحقران نفسي رفيعة، لا نيب سربوت ولا نيب كذاب، ولا لي مع الانذال شرية وبيعه يا أبوي. فك الباب وتسكر الباب، وخصيتني يا أبوي فيها الطبيعة، حتى صغر الأخوان كشر لي الناب، ما تسني إلا بايق لي وديعة، ولحد خذالي شور في كل الأنساب. يلا دخيلك من حياته الهزيعة ويوم النزايل، يا يبا صرت وأحزاب أحد النصر الهيضل، واحد بالبديعة ترى المعونة جات من رب الأرباب، لحد يحسبني برجوة صنيعة، لكن بجمع القرايب والأحباب قدام كل يغلق الموت ريعة. صاروا أخواني عند ورعاني غراب، شيء يولع في ضميري وليعها اللي يسألوني يغرق الدمع الأهداب. يلا عسى من لامني للفجيعة يونس على تبته، مثل عضة الداب وارحم عياله لا ومر ما يطيعه. يا أبوي طيرك له جناح ومخلاب يحط في ربد الحباري، في نيعة ما هو بحق انك تحطه بسرداب وتحمله من فوق، ما يستطيع يحطه على يمناك وتشوف الإعجاب وفخر بطلعته مع أهل الطليع.